أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. صدق الله العظيم. هذه الآيات المباركات هي فاتحة سورة مريم عليها السلام. وأقرأ عليكم إخواني تفسير هذه الآيات السبع الأولى من تفسير الجزائري المسمى بأيسر التفاسير لشيخنا الفاضل أبي بكر الجزائري. أما قوله تعالى كافها يا عين صاد فإن هذا من الحروف المقطعة، والراجح أنها من المتشابه الذي نؤمن به ونفوض فهم معناه لمنزله سبحانه وتعالى، فنقول كافها يا عين صاد، الله أعلم بمراده من ذلك. وأما قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا فإن معناه مما نتلو عليك في هذا القرآن يا نبينا، والمقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا المتلو الذي هو قصة زكريا عليه السلام فيكون دليلا واضحا على نبوتك، ذكر رحمة ربك التي رحم بها عبده زكريا حين كبرت سنه وامرأته عاقر لا يولد لها، ورغب عليه السلام في الولد لمصلحة الدعوة الإسلامية، إذ لا يوجد من يخلفه فيها إذا مات، نظرا إلى أن الموجود من بني عمه ومواليه ليس بينهم كفء لذلك، بل هم دعاة إلى السوء. فنادى ربه نداء خفيا قائلا رب إني وهن العظم مني، أي رق وضعف، واشتعل الرأس شيبا، أي شاب شعر رأسي لكبر سني، ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي في يوم من الأيام، بمعنى أنك عودتني الاستجابة لما أدعوك له ولم تحرمني استجابة دعائي فأشقى به دون الحصول على رغبتي. وإني يا ربي قد خفت الموالي أن يضيعوا هذه الدعوة، دعوة الحق التي هي عبادتك بما شرعت وحدك لا شريك لك، وذلك بعد موتي. فهب لي من لدنك، أي من عندك تفضلا به علي، إذ الأسباب غير متوفرة للولد، المرأة عاقر وأنا شيخ كبير هرم. ولي أي ولدا يلي أمر هذه الدعوة بعد وفاتي فيرثني فيها ويرث من آل يعقوب. المقصود هو يعقوب عليه السلام جد زكريا، أي ما تركوه بعدهم من دعوة أبيهم إبراهيم، وهي الحنيفية، عبادة الله وحده لا شريك له. واجعله ربي رضيا، أي واجعل الولد الذي تهبني يا ربي رضيا، أي عبدا صالحا ترضاه لحمل الرسالة التي هي الدعوة إليك وعبادتك وحدك دون سواك يا رب العالمين. فأجاب الرب تبارك وتعالى بما في قوله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسمى أحد قبل يحيى عليه السلام بهذا الاسم قط. من هداية هذه الآيات أولا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
بإخباره بهذا الذي أخبر به عن زكريا عليه السلام. ثانيا استحباب السرية في الدعاء لأنه أقرب إلى الاستجابة. ثالثا وجود العقم في بعض النساء. رابعا قدرة الله تعالى فوق الأسباب، وإن شاء تعالى أوقف الأسباب وأعطى بدونها. خامسا تقرير مبدأ أن الأنبياء لا يورثون فيما يخلفون من المال كالشاة والبعير والدينار والدرهم، وإنما يورثهم الله تعالى أولادا يحملون النبوة والعلم والحكمة، والحمد لله رب العالمين.